ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في البداية خلونا نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. النهاردة الملخص الرابع من مسلسل الحب على أرض الفيروز. يلا نبدأ الملخص. يانتو بيشيل جيو طلع اوضتها وبيديها لبس من بتاعه، بتكون مبسوطة وبتمسح دقيق على ملامحه من شيل الدقيق مع تشانج شي، وبعدها بيبات معاها في الغرفة، وكوانج مطلع كتب صيادين نانشان القديمة. والصبح يان رايح بيته وجيو قالت له خلي بالك من نفسك. بعد كده جيو بتشوف شيطان بشري وبتضربه، وكلمت كوانج وعرفته ان جيانج هو اللي لغى عملية انقاذه وان يانتو بيساعدها. كوانج قال لها ده الدشياو هربوه وعايش معاهم. قالت له قتلوا ابوه وامه وعايز يجيب حقهم، ما تقلقش هو ثقة. بعدها جيو مع الدشياو فوق وعايزة تعرف بقوا بشر ازاي، وقال لها لما تدخل وادي الابيض والاسود البشر بيبقوا اشباح دشياو، والدشياو بيكونوا شياطين بشرية. بعدها مي بتجيب صور لشيونج ها فيها العربية اللي كانت مع جيو لما كانت بتراقب الدشياو، وبيعرفوا انها متأجرة من معرض عربيات. ويان كلم جيو عرفها، ومي بتروح للمعرض، ويان وجيو بيفصلوا الكهرباء وقت لما كانت مي بتشوف تسجيل الكاميرات، واخدوا التسجيلات كلها. بعدها جيو بتكون عرفت من الدشياو فوق اللي خاطفينه ان في حدث في مدينة هيانج بكرة، ويان عرف لين انه هيقابل حد هناك. بعدها جيو ويان تو بيروحوا البنت اسمها شيو ان، ودي عرفوها من الملفات اللي معاهم، وبتكون البنت ما تعرفش حاجة. بعدها بيروحوا فندق مع بعض ومفيش الا غرفة واحدة، وجيو قالت ليان هناخدها. بعدها بيروحوا مطعم وبيكون في بنت صغيرة مع اخوها، ويان بيفتكر اخته اللي مش لاقيها وبيكون حزين جدا، وجيو بتهون عليه. بعدها لين بتعرف من مكالمة مع شيونج ها ان ليان ما عملش مقابلة الشغل ولا حاجة، واتصلت بيه وقالت له انت مستقبل روشان، فكر في المجموعة ما تفكرش في نفسك. ويان تو بيروح لجيو كافيه، وبتقول على حد بيصور المكان من وقت كبير، ويان بيروح له وبيخليه يصوره، وقال له عايز اتصور معاك وابعتها لمراتي. وهو بيشد وقعة الكام بتاعة الراجل واتكسرت. بعدها يان بيشم ريحة غريبة ليه، وبيعرف جيو ان شكله مع الدشياو. بعدها بيتعشوا، وقالت له ان جيانج كان تعامله معاها بحنية دايما، قال لها ننقذه قريب ما تقلقيش. قالت له وانت هتلاقي اختك وترتاح. وبتفتح الازاز اللي جنبه، افتكرها تحضنه ويحضنها وكده يعني، ويتحرج، وجيو بتضحك. بعدها شيو ان بيراقبها حد، ويان وجيو خطفوه، وبيعرفوا ان اللي طلب منه كده حبيبها. بعدها جيو قالت ليان قبل ما لين تجيلكم اكيد كان ليها قرايب واستخدمتهم كجوهر للدم. ويان افتكر لما كان صغير كان في حد اختفى في المنجم عند ابوه، وبعدها بفترة جاب لين للبيت وقال انها بنت عم لين اللي اختفى. وبنعرف ان شيو ان اللي راحوا لها دي تبقى حبيبة الدشياو فو اللي خاطفينه، وبعتوا لها رسالة من تليفونه ينهوا علاقتهم مع بعض على أساس إن فول اللي بعت لها. بعدها يان بيوصل جيو لبيتها. في نفس الوقت كوانج ويو بيدربوا سون الدشياو البشري. بعدها جيو بتكتب كلمة عن يومها في ورقة صغيرة وبتعملها زي نجمة، وعلمت يان يعملها ازاي. والخدامة قالت له جهزت لك أوضة الضيوف، وبيكتب كلمة عن يومه، وكتب لو ما قدرتش تكون سند لشخص ما على الأقل ما تدخلوش في أزمة، وبيعمل الورقة بشكل نجمة زي جيو. بعدها بنعرف إن لين لما كانت لسه وحشة أكلت العامل في المنجم عند أبو يان تو، وكان أول جوهر دم ليها. والست اللي معاها دي كانت وحش وأكلت حد عنده فقدان ذاكرة ومريض، وأخدت مرضه وخايفة يعملوا معاها زي جو. والصبح يان جاب لجيو معدات رياضية عشان تأهيلها البدني. بعدها جيو بتعرف كوانج إن الدشاوي البشري لازم ياكل بشر دايما من نفس صلة القرابة عشان يحافظ على هيئته، ولو أكل من عيلة غريبة بيطلع له ريحة الدشياو وسهل يتكشف. وعشان يحافظ على جوهر الدم بيعيش مع العيلة كأنه فرد منهم. وجابت له الدشياو فوق وعرفته إن يان أنقذها وبيساعدها، وقالت له ما تقلقش منه وأنا بحكم على الناس بطريقتي الخاصة. بعدها الدشياو بيلاقوا العربية اللي غرقها يان بالدشياو، ولين بتشوف جثته وبتعرف إنه مضروب في دماغه بسكينة، وبتعرف اللي عمل كده النصل المجنون. وبتعذب جيانج لأنه كذب عليها، قال لها النصل المجنون مات لكن سكنته مع حد تاني، وقال لها انتم اسمكم دشياو لأن ده كان طائر شرير بياكل أمه، والإمبراطور زمان قضى على نسله كله. ولين شك إن في حد بينهم عارف فو وصاحبه لأنهم ما عملوش حاجة تلفت الانتباه عشان يتعمل فيهم كده. بعد كده الصيادين بيشوفوا فيديو تعذيب جيانج، وشيونج ها قال لهم لو عايزينه بدلوه مع النصل المجنون. بعدها كوانج عرف جيو باللي حصل، وقالت له إن ده خطأها واتكشفت بسبب سلاحها، وإنهم لازم يعملوا عملية سرية ينقذوا جيانج. وفعلا بيروحوا حديقة الأحجار ومش بيلاقوه هناك، وشيونج ها نقلوا، ولين مستغربة المكان اتكشف ازاي. شيونج قال لها في خاين بينا. بعدها لين قالت ليان بتستمتع كده في يانج مع صديق من على النت، وكان معاها فيديو من كاميرا الفندق، وقالت له مين معاك لو عايز تغير أجواء، وبتكون لازقاله. وجيو عايزاه وبيروح مطعم وبيكونوا في ظهر بعض. يان مع
مي وجيو مع لو وبيتكلموا مع بعض بالألغاز كأنهم بيكلموا لو ومي، وجيو بتعرفوا اللي حصل ومي بتفتكر ان يان تو معجب بيها. بعدها جيو بتعرف كوانج ببيانات الأربعة دشياو اللي هيخطفوهم مقابل جيانج. كوانج وافق وقال لها قابل يان تو الأول. قالت له هرتب ده، لكن لو مش واثق فيه ما تضغطش على نفسك وهنفذ الخطة أنا وهو بس. بعدها بيكلم يان وعايز يقابله وقال له صعب، ولو مش واثق فيا أنا أختي جوهر الدم اللين عايز أنقذها برضو أنا في صفكم. قال له حاول تقابلني وقفل المكالمة. وجيانج بيتفاجئ إن صيادين نانشان اللي خطفهم الدشياو لسه عايشين. بعدها يان بيقول للينج تقرب من لوي وتدي نفسها فرصة، ولو كده يروحوا مكان يغيروا جو ويقربوا من بعض، وإذا عايزاني معاكي هكون معاكي. لين بتتضايق من ده وقالت لمي تروح معاهم وتكون رحلة جماعية. بعدها كلهم رايحين الرحلة، ويان قال للوي ساعدني انت ولينج تلهوا البنت دي عني. وفي الطريق شيونج ها بيراقبهم وكوانج والصيادين موجودين بيراقبوهم برضه. بعدها وقفوا في مكان ويان دخل الحمام وكوانج عرفوا انهم هيغيروا المكان، ولوي شاف شيونج ها واقف في نفس المكان بيراقبهم وبيعرف يان تو. قال له كنت عارف. ويان عرف جيو وقال للمي ولينج على المكان الجديد وهناكل مشاوي هناك وننبسط. ومي مستغربة وجيو كلمت كوانج وقلقانة على يان. بعدها جيو بتروح للمكان الخاص بلين وبتدخل وبتتقابل مع الست العجوزة، ولين بتيجي وبيحصل معركة بينهم، والست العجوزة عملت ماس كهربائي وحصل حريق، وجيو أخدت حاجة وهربت. ولين كلمت مساعد شيونج ها وقالت لهم تعالوا البيت بسرعة في حدث عندي. ويان بيلاحظ شيونج ها بيبعد عنهم، ومي بتعرف اللي حصل وعايزاهم يرجعوا البيت برضه، وبيعمل حادثة عشان يعمل دوشة ويقدر يتكلم مع كوانج اللي قال له أنا مش واثق فيك. قال له فعلا انا مع الدشياو وخاف لاجيبهم دلوقتي يمسكوك. كوانج قال له ما تهزرش كده تاني. يان قال له انت كمان بطل هزار. ومي بتنزل تشوف يانج، وكوانج قال له من امتى قربت من جيو؟ قال له اسالها. والدشياو اتجمعوا، وشونج قال لما مشيت حصل حاجه في البيت. ومي قالت في نفس الوقت عملنا حادثه. لين قالت لوي مش ذكي للدرجه دي، ولينج جبانه واتمنى اكون مخطئه في تفكيري، وده معناها انها بتشك في يان تو. بعدها كوانج بيجي للصيادين وبيديهم قايمه بكل الدشياو واماكنهم، وعرفهم ان القايمه معاه من فتره وكان بيتحقق منها، وطبعا دي اللي اداها يان تو لجيو. بعدها لين بتقول ليان فنانه جميله وعينيها حلوه بس مش متاكده من عيلتها، وبتوري له صفحه جيو على السوشيال ميديا. يان قال لها البنت دي كنت معاها وشربت وخرفت باين، وتاني يوم لقيتها حذراني. قالت له اللي انت عايزه هعملهولك، هجيبها لحد عندك وهتقابل معاها بنفسي. بعدها لو بيقول لجيو مجموعه روشان كلموني عايزينك تعملي ليهم تماثيل كبيره في القصر وانت معزومه على وليمه العيله. بعدها جيو قالت لليان لازم احضر عشان نشوف هي بتفكر في ايه، غير كده انا ممكن استخبى انما انت هتروح فين؟ وقال لها انا كذبت على لين وقلت ان انا وانت في علاقه حب وضايقتك وانفصلنا. قالت له كذب يعني احنا مش في علاقه حب فعلا، وبيكونوا مبسوطين جدا. بعدها جيو بتروح القصر ولين بتعرفها على هيونج ها ومي وبيتعشوا مع بعض، وجيو بتتظاهر انها مختلفه مع يان وبتضايقوا بالكلام. بعدها يان وشيونج ها ومي بيخرجوا، ويان بيحكي له متعرف على جيو ازاي وسبب خلافهم، وجيو بتحكي لين نفس الكلام، ولين لسه عندها شك بعد النقاش مع جيو. ويان بيوصل جيو في بيتها بيفتح حنفيه بتغرقه ميه، وجيو بتيجي تغرق معاه برضه. والنهارده ليله راس السنه وبيعملوا احتفال صغير بينهم، في نفس الوقت لوي ولينج بيحتفلوا مع بعض، وجيو ويان بيقربوا من بعض وبيحصل خير. بعدها ديشياو بيفتشوا بيت يان وبيلاقوا خزنه، والصبح لين بيتكلم يان قال لها انه كان مع اصحابه. قالت له تعالى افطر معايا، وبيروحوا الديشياو واخدينه ليها وبيرمي تليفونه في الصرف. وشيونج ها بيفتشوا مش بيلاقي الموبايل. لين قالت له مجهز نفسك طبعا، خدعتني قد ايه؟ قال لها دي يوميات مش اكتر هفهمك. وشيونج ها بيحبسه وقال له مش عارف تفرق بين الاهل والعدو. قال له انت عامل فيها حنين، هو انت عندك رحمه؟ ومي بتدافع عن يان. لين قالت لها مفيش وقت لازم نرجع، وكوانج بيحط الخطه خلاص. وجيو بتتصل بيان ومفيش شبكه وبتقلق عليه جدا، وبتروح للوي تسال عليه وقالت له اتصالها اتقطع معاه، وقال لي لما ده يحصل اجيلك، وقال له انه واثق فيك وحاول تبعد لينج عن لين، وادته رقمها. وشيونج ها قال للين مفيش حاجه غريبه، هو قاعد هادي وكل العملاء اللي بيتعامل معاهم مفيش حاجه مختلفه او حاجه تخلينا نشك فيه، ومش لاقيين موبايله لسه. ولينج بتسال على يان. لين قالت لها عنده مرض معدي ومعزول ما ينفعش تشوفيه او تاخدي المرض ده. والوي بيجي وبيعرف من لينج وبتكتب له على الموبايل، وبيعمل انه بيشوف نبضها لان سي جي بتراقبهم دايما، وكتب لها طالما هو في البيت كده مفيش خطر، واستعد كويس هخرجك من هنا خلال يومين الجايين، وعندنا اللي يساعدنا. وعرفته ان لين هتسافر كمان يومين. والوي بيعرف جيوب كل حاجه. بعدها كوانج بيعرف من كتب نانشان القديمه ان الدشياو بيخافوا من الضوء حتى ضوء القمر وقت المحاق،
وبيعملوا حاجات مهمة في اليوم ده، وبيعرف ان الاربع الجاي ده وقته. بعدها صيادين نانشان بيستعدوا للمعركة، ويانتو مش بياكل خالص وبيخبط في الباب العازل وايده بتتعور. ولينج بتعرف لوي ان لين مشيت، وبيعرف جيو اللي بتعرف كوانج. ولين بتروح مع الدشياو بتوع المكان تحت الارض. بعدها لوي بيروح للينج القصر وبتحضر مشروب وقصدت تعور نفسها، وصيادين نانشان بيبداوا في تنفيذ خطتهم مع الدشياو. ولين واصحابها معاهم حاجه بيستخدموها في تحرير الدشياو وتحولهم لبشر. وجيو بتيجي تضرب سي جي وبتاخد لينج، وبتضرب لوي عشان تعرفهم ان ملوش ذنب في حاجه. في الطريق لينج قالت لجيو انت حبيبي تيان، قالت له لا انا شخص بيثق فيه بس. قالت لها هو مش بيثق في حد بسهوله. جيو قالت لها ما تقلقيش، بعد ما اطمن عليك هشوف طريقه انقذه بيها. بعدها سي جي بلغت لين ان لينج اتخطفت، وجيو بتودي لينج عند تشانج شي. بعدها الصيادين بيوصلوا بالدشياوي اللي مسكوهم، وسي جي قالت للين ان لوي قال الجرح عميق واخدها للعياده، تقريبا هو اللي هربها. بعدها بنشوف ايه طالعه من وسط الجبل، وبيخلص الملخص.